مرحبا أصدقائي، اليوم جايب لكم خبر يثلج قلوب عشاق أسود الرافدين. طبعا 4 لاعبين عندنا عادوا من الإصابة، لاعبين افتقدنا خدماتهم بالمنتخب العراقي. إذا كنت مهتم بمحتوانا ضع اللايك والاشتراك وأنا أكون شاكر وممنون منه. 4 لاعبين خسر خدماتهم المنتخب العراقي بسبب الإصابة. أول لاعب زيدان أقبال، وزيدان أقبال يعود بالتدريبات الجماعية مع فريقه، وإن شاء الله بالأيام القادمة سيكون بجاهزية تامة. واللاعب الثاني دانييلو سعيد أيضا يعود من الإصابة. واللاعب الثالث كيفن يعقوب أيضا يعود من الإصابة، يلعب المباراة الثانية مع فريقه الروسي الدنماركي. وأيضا عودة اللاعب منتظر ماجد. هؤلاء 4 لاعبين راح يكونون تحت خدمة مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد، وأنا أعتقد راح يستعين بهم بالفترة القادمة، يعني لتصفيات الملحق الآسيوي. حقيقة اللي عندي كلام عليه طبعا الملحق الآسيوي، لأنه لاعب بمستوى كيفن يعقوب ودانييلو سعيد وزيدان أقبال. زيدان أقبال خاصة ويا إيمار شير راح تنسى النص. حقيقة وسط العراق راح تنساه، يعني لاعب بقيمة إيمار شير وزيدان أقبال انسى النص. يعني حقيقة راح يكون عندنا نص من أفضل المنتخبات بآسيا. حقيقة حيكون عندنا وسط قوي. عندنا رسالة أيضا نريد نسولف ونوصلها يعني لاتحادنا العراقي. الاتحاد السعودي والاتحاد القطري وساعدهم الاتحاد الآسيوي، وخلاص ثبتوا الملحق الآسيوي بالسعودية وبقطر. خلاص بعد ما تقدرون تتدخلون، لأنه أنتم ما مقدمين ملفاتكم من البداية، ولزمها عليكم لزمة هذا الاتحاد الآسيوي وحصركم بزاوية. بس هسه قدامكم الفرصة، لأنه الاتحاد الآسيوي راح يكون بجانب الاتحاد السعودي والاتحاد القطري. وصدقوني أنا من هذه اللعبة مال الاتحاد الآسيوي والاتحاد الآسيوي بطاقتين يهدي لقطر والسعودية، ويقولهم روحوا صعدوا، لأنه هم راح يجيبون حكام آسيويين متخاذلين، هم راح يلعبون بينا جولة. وعلى الاتحاد العراقي وعلى الاتحادات اللي تأهلت بالملحق يفاتحون الاتحاد الآسيوي واتحاد فيفا بكرة القدم، ويجيبون مدربين أجانب ومدربين معروفين ما يرضون بالرشوة. لأنه إذا ظلت هيك الوضعية سكتنا على قطر وعلى السعودية وراح نلعب هناك رغما على أنوفنا، راح نلعب هناك راح يجيبون حكام رغما على أنوفنا وراح يأخذون المباراة من يمنا. يعني أنا أعول حقيقة على الاتحاد الإماراتي، يعني ما أعول على الاتحاد العراقي. الاتحاد العراقي بيناتهم ما شاء الله أسباع، يعني خوش يتعاركون بيناتهم، خوش بوكسات بيناتهم. بس على الاتحادات الدولية ما يقدرون. طبعا اتحادنا العراقي أعول على الاتحاد العماني والاتحاد الإماراتي، لأنه إحنا بنفس الخندق. الاتحاد الآسيوي راح ينحاز للاتحاد القطري والاتحاد السعودي، فلذا لازم نستعين بحكام عادلين، حكام معروفين على مستوى عالي، وكل من يأخذ استحقاقه. وصلنا إلى هنا، ونلتقيكم بفيديو آخر وتحليل آخر، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وشكرا لكم.